اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: امام عاشور يسافر مع النادي الاهلي الى تونس. تم الاستقرار على سفر امام عاشور الى تونس استعدادا للمعسكر التحضيري. دكتور الفريق عقد جلسة مع امام بحضور ريبيرو ابدى خلالها اللاعب رغبته في السفر رغم عدم تعافيه بشكل كامل، ولكن اللاعب يرغب في انه يتواجد بجوار ريبيرو والفريق حتى يضمن تواجده مع الفريق في الموسم الجديد. خبرنا الثاني: قناة الأهلي لم يتم حسم موقف رضا سليم النهائي. أكد شوبير على أنه لم يتم حسم موقف رضا سليم النهائي حتى الآن، وأن رضا يمتلك عرض من الوداد والأهلي ينتظر حسم الأمور وإنهاء الاتفاق مع أي عرض لغلق هذا الملف. خبرنا الثالث: النجم الساحلي ودية الأهلي تم إلغائها. أكد النجم الساحلي على أنه تم إلغاء المباراة الودية ما بين الأهلي والنجم الساحلي، والنجم حصل على خدمات محمد الضوي كريستو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء. خبرنا الرابع: الحزم السعودي ينسحب من مفاوضات عبد القادر. أكد أحمد شوبير على أن الحزم السعودي انسحب من مفاوضات أحمد عبد القادر على الرغم من موافقة النادي الأهلي على بيعه، وعبد القادر لديه مفاوضات مع الزمالك وغيره، ويريد النادي الأهلي الحصول على قيمة مناسبة للتنازل عنه، بالأخص وإنه لاعب جيد. خبرنا الخامس: كريم حسن شحاتة يؤكد على انفرادنا في مودرن كورة. الأهلي يرغب في ضم ظهير أيسر أفريقي تحت السن. أكد كريم حسن شحاتة على الخبر اللي قلنا لحضراتكم من فترة إن الأهلي عاوز يجيب ظهير أيسر أجنبي تحت السن بيلعب في أفريقيا، مؤكدا على أن إدارة النادي الأهلي تسعى لضم هذا الظهير الأيسر الأجنبي لتحت السن الأفريقي بناء على قرار من خوسيه ريبيرو.